واحدة حبيبتي طلبت مني الكنافة بالكريمة وقالت لي أنا نفسي فيها. ماشي. قلت لها يا حبيبتي دي سهلة جدا اعمليها. قالت لي لا ما بتظبطش معايا. قلت لها خلاص أنا عاملاها قبل كده في القناة، دوري وهاتيها. قالت لي لا أنا لسه هدور. قلت لها لا ده أنت بقى شكلك أصلا اللي كسلية. ماشي. بهزر معاها طبعا. فهعملها لكم النهارده ان شاء الله بطريقه سهله جدا، واقول لك ازاي تنجح معاكي، وازاي الكريمه يبقى طعمها حلو، وازاي كمان الشربات يكون مظبوط بتاع الكنافه. خلاص ده شكلها حلو جدا على فكره، هي مش غامقه ولا حاجه، هي الاضاءه عندي اللي مش حلوه. يعني الاضاءه عندي كانت عايزه تتزود شويه فيلا مش مشكله هبقى اظبطها يعني بعد كده. انما الكنافه طالعه حلوه جدا ولونها جميل جدا، وعايزه اقول لكم تحفه، كل حاجه فيها ما شاء الله مظبوطه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا كده لازم اعمل الشربات الاول علشان يلحق يبرد. شربات الكنافه يا جماعه بيكون تقيل. كل حلويات وليها الشربات بتاعها، في حلويات تحتاج شربات تقيل وحلويات تحتاج شربات خفيف. الكنافه بالنسبه للكنافه عايزه شربات تقيل، هحط كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ونص من الميه. اي كوبايه هتعايري بيها مش مشكله، انا معايره بالكوبايات المعياريه، ممكن تعايري باي مج عندك. المهم كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، هحط نص عصره ليمونه. بصوا انا هضيف كل حاجه دلوقتي مفيش مشكله، يعني مش لازم الشربات يغلي علشان ابدا اضيف الليمون، لا عادي خالص. حطيت نص عصره ليمونه، وحطيت كمان باكو فانيليا. ولو في عسل كلوكوز حطه، انا عندي بس ما رضيتش احط عشان في ناس كتير ما بيبقاش عندها. خلاص وايه كمان، وهبدا اقلب بقى على البارد كده، بس اهم حاجه يعني لو انت بتقلبي ما تخلوش يطلع على جوانب الحله بتاعتك او الطاسه بتاعتك يعني. وهحطه على النار. ده هنا هعمل الكريمة. بصوا هنا ده لبن بلدي، وده الوش اللي نزل منه. هحط قد ايه؟ هحط كوبايتين من الحليب، اي لبن بقى عندك، بقري بلدي اللي هو بتاع الشركات المعلب، مفيش اي مشكلة. حطيت عليهم ايه 4 معالق مليانين من النشا، يعني كل كوباية بتاخد معلقتين كبار، معلقتين كبار هرميين. هحط كمان معلقتين من الكريم شانتيه، وده اختياري، يعني ممكن تحطي كريم شانتيه او كريم بسري او علبة قشطة، اي حاجة موجودة منهم تمام. مش موجود منهم اي حاجة خلاص مفيش مشكلة، استكفي بالنشا واللبن بس، مفيش اي مشكلة. انا بعزز لك الطعم لو انت حابة. يبقى حطيت كوبايتين من اللبن مليانين، عليهم 4 معالق من النشا مليانين، عليهم معلقتين من الكريم شانتيه، وعليهم كمان معلقتين من السكر. واوعي ابدا تزودي السكر، لان كل حاجه احنا عاملينها في الكنافه فيها سكر. خلاص. فمعلقتين ممسوحين كمان، مش معلقتين مليانين، معلقتين ممسوحين من السكر. وهبدا اقلب الكلام ده كله على البارد وارفعه على النار. واول بقى ما يتقل ويديني القوام المظبوط خلاص هشيله على طول. بالنسبه للشربات قعدوا قد ايه على النار؟ بصوا يا جماعة أنا بحسب الشربات وقته من بداية لما بيغلي، مش من بداية لما بحطه على النار. يعني أول ما بيبدأ يغلي 7 دقايق بالظبط واطفي عليه. خلاص مش بداية لما بتحطيه على النار. خلاص كده الكريمة تمام أوي. يبقى كده خلصنا الكريمة خلصنا الشربات، نخش بقى على الكنافة. الكنافة بتاعتي مطلعها من الفريزر، يعني هاتيها قبلها بيوم وحطيها في الفريزر وطلعيها مجمدة كده. أنا كنت يعني أنا محتاجة نص كيلو بس الكمية دي كانت عندي أكتر فشلت منها شوية. هبدأ بقى بإيدي كده، هبدأ بقى أنعمها. ممكن تحطيها في الكبة، بس بصراحة ما انصحكيش ان انت تحطيها في الكبة. ليه؟ الكبة بتنعمها قوي قوي، فبتخليها تشقق معاكي وهي في الفرن. انما لما تعمليها بايدك تفركيها بايدك كده بتديكي نتيجة حلوة جدا. وفي نفس الوقت هي سهلة مش متعبة ولا اي حاجة. شايفين اتفككت معايا وبقت عامله زي الرمله زي الفل معايا، ما خدتش وقت خالص. طيب هحط لها هنا معلقتين كبار من السكر البودره. في ناس مش بتحب تضيفه، لا انا بحب اضيفه على الكنافه علشان بيديني لون حلو قوي للكنافه وبيخليها كمان متماسكه. هنا بقيت المعلقتين، يعني انا ما زودتش ولا حاجه، يعني هما معلقتين كبار من السكر البودره. سكر بودرة يا جماعة مش حبيبات. طيب هحط هنا السمنة. في ناس برضو مش بتحب تحط السمنة في الوقت ده، وبتحب تحطها لما ترص الكنافة في الصينية. لا انا بحب بقى اغلف الكنافة بتاعتي كلها بالسمنة، بحس ان طعمها بيبقى احلى بكتير. يعني انا طبعا جربت الطريقتين والطريقة دي عجبتني اكتر. كده بحس ان الكنافة بتتشرب من السمنة وبيكون طعمها احلى. انما لما برصها في الصينية وبحط السمنة عليها ماشي حلوة وتمام وكل حاجة، بس مش زي، لا مش بتوصل للطعم اللي انا عايزاه. فطبعا اللي يريحك ده ينفع وده ينفع، والاتنين صح والاتنين كويسين مش وحشين. جبت الصينية بتاعتي، والصينية دي مقاس 30 اللي حابب يعني يعرف المقاسات وكده.
مقاس 30 بتاخد نص كيلو من الكنافه. هبدا بقى اغلفها كلها بالسمنه بتاعتي عشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بكل سهوله وما تلزقش. بصوا الكنافه، الناس اللي مش بتحب تحط السمنه على الكنافه بتقول ان هي بتكتل، انتي افركيها بايدك، يعني فككي التكتلات دي بايدك هتبقى زي الفل. وهبدا كده احطها واضغط، وهبدا بقى اعمل لها زي سور من الجناب كده عشان اقفل على الكريمه بتاعتي. تمام. هو الفيديو موضح كل حاجه اهو. انا بحط وبضغط، واي ناحيه بحس ان هي الكنافه بتاعتها قليله بزودها. يلا جبت هنا بتاع البطاطس ده، الهراسه بتاعه البطاطس دي، وبدات اضغط بيها. طبعا ممكن تعملي بايدك، ممكن تعملي بطبق، ممكن تعملي بصينيه مقاسها اصغر من دي، يعني عادي اي طريقه انت حابه تضغطي بيها اضغطي. انا المهم عندي ان النتيجه تكون ان الطبقه اللي تحت مضغوطه كويس جدا جدا جدا. بصوا شايفين؟ طبعا خدوا بالكم ان السكر البودرة كمان بيساعد على كده، يعني بيساعد ان الكنافة تكون متماسكة معايا. يلا ادي الكريمة اهي وهي لسه سخنة، ما تسيبهاش لان لو سبتيها هتتقل معاكي، وانا عايزاها تنزل سايلة كده زي ما انتوا شايفين. وهي اول ما بتنزل هي بتمسك على طول. بصوا انا مش بوصل الكريمة لاخر الصينية ازاي، هي في النص بس اهو، مش بوصلها للحروف. بصوا مسكت على طول. يلا هبدأ بقى احط نص الكمية التانية من الكنافة اهو. شايفين اي تكتلات في ايدي مكان السمنه انا بفككها بايدي بمنتهى السهوله، يعني الموضوع مش صعب ولا اي حاجه. وطبعا هملى الجوانب بتاعتي علشان يقفلوا الاتنين على بعض. سهله جدا وبسيطه ونتيجتها تحفه جدا. يلا بقى حطوا لايك للفيديو، ماشي؟ ويا جماعه شوفوا الفيديو للاخر، شوفوا الفيديو للاخر عشان انتوا بترجعوا تسالوا اسئله انا اوريدي اصلا بكون قايلاها في الفيديو. خلاص، ومعنى ان انتوا بتسالوا نفس الاسئله يعني انتوا ما اتفرجتوش على الفيديو كامل، فلو سمحت بعد اذنكم عشان ما توقعوش المشاهدات بتاعته. اللي بيخش يتفرج على 15 دقايق من الفيديو، يعني قصدي مش بيكملوا يعني للآخر، فبيوقع لي المشاهدات بتاعته خالص. يلا حطيت الكمية كلها اهو. وبعد كده هضغط بقى بس على بسيط، يعني الحركة دي كمان ممكن تعمليها بإيدك. في الوقت ده الفرن بتاعي شغال. تسوية هتكون ازاي؟ عايزه اقول لكم ان انا معلش قبل ما اعدي الحته دي، انا ما خدتش كميه السمنه كلها. انا سبت شويه في الاخر احطهم من على الوش كده. طب انت استخدمتي سمنه قد ايه؟ انا استخدمت بالظبط كوبايه الا ربع سمنه. كوبايه الا ربع، وممكن تستخدمي نص كوبايه، بس انا بحب سمنتها كتيره شويه. وهي كده كده لما بتاخد سمنه كتيره هي في الاخر بتطردها، بس انا كانت السمنه بتاعتي بتطردها، يعني بتطلعها على الصينيه وممكن تصفيها، ماشي؟ مش بتطردها بره البيت يعني ولا حاجه. ف بس الكميه اللي انا عاملاها كانت مظبوطه جدا جدا جدا. يعني لو هتعملي المقادير دي بالظبط هتطلع معاكي النتيجه ان شاء الله تحفه جدا. يلا الفرن بقى بتاعي شغال. هحطها ازاي في الفرن او تسويتها هتكون ازاي؟ انا بنزل الشبكه تحت شويه فوق الصاجه وبدخلها، واول ما تاخد لون من الحروف ببدا ارفع الشبكه بتاعتي للنص بالظبط. واشغل عليها الشوايه. ان شاء الله اول ما تطلع هوريها لكم. بس كده اول ما بتاخد حروف من على الجناب خلاص بطلعها فوق شويه وبشغل عليها الشوايه. بصوا هنا بعد ما طلعت اهي، اول ما الحروف بتاعتي زي ما قلت لكم خدت لون رحت مطلعاها مشغله عليها الشوايه، ادتني اللون التحفه ده. لونها حلو قوي يا جماعه. انا مش عارفه هي طالعه في الفيديو في التصوير يعني غامقه ليه، بس هي لونها حلو جدا. يلا هبدا بقى اقلبها، وانا بقلبها وهي لسه سخنه، ماشي؟ وهوريكم ازاي ان هي مش لازقه معايا ولا اي حاجه، يعني هي انا لسه مطلعاها حالا من الفرن وهقلبها على طول. اهي بسم الله، نسمي بسم الله كده، وهتتقلب معانا بكل سهوله. طبعا بقى قلبيها في الحاجه اللي انت عايزاها او اللي انت هتقدمي فيها. هنا بقول لكم بقى الصينيه كانت مولعه بجد، ما كنتش يعني متحكمه فيها قوي، بس هشيلها اهي. اهي بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه جدا، اتقلبت معايا بكل سهوله. هوريكم الصينيه ازاي مش لازقه فيها اي حاجه خالص، اتقلبت معايا بكل سهوله. ده عشان انا مغلفه الصينيه بسمنه. بصوا حلوه قوي 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 بجد. يلا صحتين وهنا للي هيعملها واللي هيدوقها. والف هنا وشفا عليكم. يلا الشربات بتاعي بقى، الشربات ده مظبوط جدا، والشربات تقيل بتاع الكنافه زي ما قلت لكم، وهي سخنه والشربات خلاص برد معايا لان انا بدات بيه في الاول. فخلاص خلاص خلاص ايه بس الصيام يا معلش يا جماعه الصيام. فعدوا ماشي ما تضايقوش.
هبدأ يلا وهي سخنة كده والشربات بتاعي بارد، وهبدأ بقى اسقيها كلها من الجوانب. هي تشرب الشربات كله دلوقتي، والكمية اللي انا كنت عاملاها هي بالظبط على قد الصينية بتاعتي، يعني الكمية اللي انا عاملاها على قد النص كيلو. الناس اللي ما بتبقاش عارفة تظبط اعمل قد ايه عشان يكفي، وخايفة اعمل كمية تطلع قليلة واحتاج تاني والكلام ده كله، لا، الكمية اللي انا عاملاها في الشربات دي على قد الصينية بالظبط. يلا كده بقى غرقي وسقسقي كده وهاتي الجناب وهاتي الطروف بتاعتك الحلوة المقرمشة دي، وغرقي كله بالشربات اهو، علشان كلها تتشبع بالشربات. هنا بصوا شربت الكمية كلها اهي زي ما انتم شايفين. يلا حابة بقى تقدميها كده صحتين وهنا عليكم، حابة بقى تزوقيها زي كده. جبت طبق كده وقلبته علشان اعمل شكل الهلال اللي انتوا شايفينه ده، هو سهل جدا جدا. ده بجوزة الهند اهو. هبدأ اساوي كده وارسم. انا بصراحة بحب افنن في الحاجة يا جماعة، مش بحب اقدمها كده. فزي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق يعني. فزوقي بقى الزواق بقى على ذوقك انت وعلى اختيارك انت وعلى حسب الامكانيات اللي عندك. انا عملت حاجة بسيطة خالص، جوز الهند وشوية مكسرات خفاف خالص، وعملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب المكسرات اللي معايا ايه؟ انا معايا فول سوداني. حلو، فول سوداني خفيف اهو بسيط وعندنا كلنا. ما كسرتوش ما جرشتوش ما ضربتوش في الكبه ولا اي حاجه، انا سبته انصاص زي ما هو كده، هيديني شكل حلو قوي. ومعايا كمان انصاص من البندق، وده اختياري طبعا، وحطيته كده برضو من فوق علشان يديني شكل. يعني انا ما جرشتش المكسرات بتاعتي خالص، لقيتها كده شكلها يبقى احلى. تمام. طيب حابه بقى تحطي اي مكسرات عندك، حابه تجودي بقى، حابه تزيني اكتر براحتك، يعني ممكن تحطي كاجو، ممكن تحطي فستق. الفستق بيبقى كمان حلو قوي مع الكنافه. حابه بقى تعملي لوز، اي مكسرات عندك. انا عملت حاجات بسيطه. يلا معايا المقطع ده بتاع القلب ده، شكل القلب، وقلت حبيت اعمل ايه، شكل خفيف كده وهحط له، حطيت له برضو جوز الهند، وحطيت له واحده عين جمل. وشكرا على كده، كانت تحفه وشكلها حلو قوي. يلا اتمنى بقى تجربيها بنفس الطريقه اهو، ما عندكيش حجه، عملتها لك اهو. اعمليها بنفس الطريقه وهستنى منك النتيجه وتقولي لي ايه رايك فيها. طبعا هفتحها لكم من جوه واوريكم شكل الكريمه من جوه متماسك ازاي. والكنافه نفسها لما بقطعها مش بتتفرج مني ولا اي حاجه، وهتطلع مظبوطه. بصوا تمام جدا. ممكن بقى تزيني باي شكل انت حباه. ماشي. بصوا بقى هنا هقطعها لكم بقى اوريها لكم، بسم الله. شايفين يا جماعه مش بتفرول مني ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم السكر البودره مهم قوي ان هو بيخليها متماسكه. في ناس مش بتحبه، بس لا طبعا انا بفضله جدا على الكنافه. طيب الكنافه دي ممكن اعملها قبلها بيوم واحطها في التلاجة، يا سلام، تبقى احلى واجمل بكتير قوي من ما تاكليها في يوميها. يعني الناس مثلا اللي خارجه، اللي رايحه معزومه عند حد، عايزه تاخد معاها حاجه حلوه، ما عندهاش وقت تعملها في نفس اليوم، عايزه تعمليها قبليها، اعمليها قبليها. جهزيها زي ما انا عاملاها كده بالظبط، ودخليها على التلاجة، وتاني يوم لفيها وخديها معاكي زي الفل. بصوا هنا بوريكم الكريمه متماسكه جدا ازاي، والكنافه متماسكه جدا ازاي، وفي نفس الوقت طريه. خلاص. فحبيبه قلبي طبعا اللي سالتني ينفع اعمل الكنافه قبلها بيوم؟ طبعا ينفع. واي حلويات شرقيه تنفع تتعمل قبلها بيوم. والبسبوسه برضو لما بتعمليها قبلها بيوم برضو بتكون احلى واجمل. فما تقلقيش خالص على ضمانتي. اعمليها قبلها بيوم وخديها معاكي، ولو ما عجبتكيش هاتيها وانا اكلها عادي يعني. فخليكم واثقين من المعلومات اللي بديها لكم. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم، واقول لكم السلام عليكم.